السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على طريقة التسجيل في خدمة محافظتي. هاد الخدمة الإلكترونية اللي مديرها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ولكن قبل خليوني نشرح لكم علاش خصك تسجل في هاد الخدمة الإلكترونية المجانية. المشرع المغربي وضع واحد النص خطير اللي هو المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، وهاد المادة في فقرتها الثانية كتقول لك إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد حسن النية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعمال شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل 4 سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه. وهذا شنو تعني؟ تعني أنك أنت صاحب العقار إلا تم التدليس عليك في العقار ديالك وتم تفويته إلى واحد الشخص اللي تا هو شراه عن حسن نية، فراه ما يمكنش نتا ترجع العقار ديالك أولا داك السيد يتضرر من جراء هداك التقييد ديالو عن حسن نية إلا إلا رفعتي نتا الدعوى داخل أجل 4 سنوات. وكاينين بزاف ديال الناس نظرا للانشغالات ديالهم أو أنهم تيكونوا خارج أرض الوطن ما تيعرفوش شنو دار على العقار ديالهم، بالتالي كيتعذر عليهم أنهم يرفعوا الدعوى ديال الزور والتدليس داخل الأجل المعين في المادة 2 من مدونة الحقوق العينية. إضافة لهاد المادة كاين مجموعة ديال الناس كيجيو عليهم أوامر بالحجز ومجموعة من التحملات على العقارات ديالهم بحال نزل الملكية ولا تقييدات احتياطية ولا رهون جبرية لفائدة الخزينة ولا مصلحة الجمارك، وكيكونوا هاد التحملات إما ناتجة إما عن أخطاء ولا تشابه في الأسماء، وهادوك الناس ما تيعرفوش بلا راه كاين واحد الإجراءات دارت على العقار ديالهم، وبالتالي تيفوتوا على راسهم إمكانية المنازعة في ديك التحملات. وهنا تيجي الدور ديال خدمة محافظتي اللي وضعها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. باش تسجل في هاد الخدمة راه يكفي أنك تدخل للمنصة ansfcc.gov.ma وراه تتلقى فيها في الواجهة مجموعة من الخدمات كتقدمها الوكالة بحال إمكانية استخراج شهادة الملكية، التصاميم العقارية، الكالكيل كونتونونس، وكاينة مجموعة من الخدمات كتقدمها لبعض المهنيين بحال لي نوطير أو الموثقين والمهندسين المساحين الطوبوغراف وبعض العدول على صعيد المملكة. كذلك كاينة مجموعة من الخدمات اللي مازال مفعلهاش الوكالة نظرا لمازال ما فعلتهاش، علما أن المحافظة العقارية راه واضعة مخطط لرقمنة إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بحيث أن مجموعة من الإجراءات غادي تطلقها عبر التدريج بحال إمكانية سحب نظير إلكتروني، إيداع مطلب تحفيظ إلكتروني، مجموعة من الإجراءات منها مازال ما فعلتهاش لحد الآن لأن هاد الخدمات غتطلق بالتدريج. وكاين خدمات اللي تفعلت راه كاينة حتى إمكانية وضع شكاية عبر المنصة ولا طلب وثيقة مقيدة بالرسم العقاري، طلب ديال نظير الرسم العقاري، كاينين منها اللي مفعل وكاين اللي مازال ما تفعلش إلى غاية يومه. التسجيل في هاد الخدمة ديال محافظتي راه ملي كتهبط لديك الواجهة راه كاينة خانة خاصة بالواجهة، من ضمن أيضا الإجراءات اللي طلقاتها مؤخرا راه كاينة خدمة ديال الأداء الإلكتروني، الناس راه ولاو تيخلصوا عن بعد الإجراءات ديالهم. إذا قلنا أول حاجة تدخل ansfcc.gov.ma تطلع لك الواجهة ديال المحافظة العقارية ديال المنصة وتتهبط للخدمة الخاصة بخدمة محافظتي وتدخل ليها. بعد ذلك راك كتعمر المعلومات ديالك، الاسم العائلي والاسم الشخصي وكذلك تاريخ الازدياد ديالك ومجموعة من المعلومات، ثم كتنتقل المعلومات الخاصة بالعقار ديالك، يعني تتختار أين محافظة أنت فيها، يعني تتختار الجميع راه تيكون في جميع المحافظات ديال المغرب، تتختار رقم الرسم العقاري والإشارة الخاصة اللي تتكون هذاك الرقم الصغير اللي تيكون تابع للرسم العقاري، وتدير بأن جي أكسبتي وكتسجل وكيجيك واحد الميساج في
في رقم الهاتف ديالك أولا في البريد الإلكتروني ديالك، وهاد التسجيل عبر الهاتف راه تيغنيك أنك تنقل لمصلحة المحافظة العقارية اللي نتا تابع ليها العقار ديالك، خاصة بالنسبة للناس اللي تيكونو قاطنين إما برا الخارج بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، وراه تيغنيك حتى أنك تتبقى تفكر في العقار ديالك أنه راه ممكن تكون دارت فيه شي حاجة شي تقييد أولا شي تحمُّل إلى غير ذلك. إلا عجبكم الفيديو ديروا مشاركة في القناة وبارطاجيوه باش تعم الفائدة.